جبت لكم حلوى بان دو بيس بدون طبقات بدون زبدة. صدقوني بنتها لا توصف كأنها يعني الوصفة الأصلية. هشيشة وطرية ومذاقها تحفة تحفة تحفة. ما تنسوش أخواتي فرحوني بالضغط على زر لايك وبالاشتراك وبالتعليقات المحفزة باش يطلع الفيديو ويستفاد منه أكبر عدد من المتابعين. كما راكم تشوفوا راهي تجي يعني سبحان الله كأنها الوصفة الأصلية. حتى جربتها قلت نحطها مع أخواتي مع جال العيد في وقفة خفيفة ظريفة سهلة مهلة توجدوها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نبدأ على بركة الله. بسم الله. مع الوصفة ومع المقادير البسيطة 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 أخواتي ما تصدقوش يعني في متناول الجميع. هنا نحتاج زوج بيضات بحرارة الغرفة، نحطوها في صحن ولا في اي حاجه تحبونها. حطيت هنا كاس غير ربع تاع 222 ملي، يعني كاس غير ربع. واللي يحب ينقص السكر تقدروا تنقصوا السكر، ما يحبش الحلاوه بزاف تخلطوها يعني بالفوي برك بيدكم، ما تعياوش تخلطوا بزاف وتجي ما شاء الله. ضفت بيضتين كاس الا ربع تاع السكر، خلطتهم مليح. نجيبو العسل. هاد الوصفة كما تعرفوا بان دو بيس بالعسل. ضفت هنايا 4 ملاعق كبار كما راكم تشوفوا. انا هنا زدت الكمية شوية نشتيها حلوة، ونخلطو المكونات مليح مليح. والله صدقوني كي دقتها ما تتفرقش بين يعني بين الوصفة الأصلية. هنا الزيت أخواتي نحط الكاس الأول يعني بالتدريج بشوية باش تنجحوا في يعني في الحلويات تاعكم. لازمكم أي حاجة تعطيو لها حقها، زيت حليب ولا سكر ولا أي حاجة. هكذا نديرو ونكملو حتى نكملو الكاس الأول ونزيدو نصف كاس. هاو جاكم العيد حاجة خفيفة والسخانة في دقيقة ديروها وانتوما تهنيتو. نكمل النصف كاس الثاني يعني كاس ونص. هكا نوضح مليح. نزيدو هنا عطر الكراميل، مش ضروري، اللي عنده يقدر يحط، اللي ما عندوش ما يحطش. واللي عنده الفلون تاع الكراميل يقدر ينقص من السكر 2 مغارف ويحط 2 مغارف تاع، لكن مش ضروري. نخلطو ونزيدو نضيفو هنايا الكاس الاول تاع الفارينه. الفارينه لازمها تكون مغربله، لازم تغربلوها. ونحطو هنايا نضيفو الخميره الكيميائيه كيس واحد فقط مع ملعقه صغيره معمره شويه تاع بيكربونات، يعني بيكربونات الصوديوم، يعني فهم في الاخوات في البلدان العربيه بيكربونات الصوديوم اللي نديرو به الحمص ولا اللوبيان. وزدت ضفت الكاس الثاني، نخلو الخميره تاع الكاطو يعني تاع الحلويات مع الفارينه وبيكربونات كذلك كما راكم تشوفوا. ضفت الكيس عفوا الكاس الثاني ونخلط ونشوف. السر في الفارينه يعني الدقيق الابيض انكم لما تغربلوه يجي الحلوه تاعكم تجي خفيفه. زدت هنا ضفت الكاس الثالث. انا بالامانه جاوني 3 كيسان 3 كيسان ونص. زدت 2 ملاعق كبار تاع الفارينه معاهم نص كاس. زدت له 2 مغارف. جاني القوام مليح، يجي القوام هكا يتلاصق. هاني كملت النصف وزدت حطيت 2 مغارف تاع الماكله. على قد ما تجي لاباط تاعكم ضيا تجيكم الحلوى ما شاء الله. هنا راني نلم فيها
الفيديو راني درته طويل لكن سرعت فيه شويه. يعني من الاحسن بالخطوات. كاين المبتدئات مازال ما عمرهم داروا الحلوى يتعلموا، لكن ان شاء الله تكون خطوات مفهومه. كما راكم تشوفوا العجينه تكون هكا تتلاصق، محسوب كما العجينه تاع الكروكي. هنا نجيبوا الصينيه. انا الحق درت الصينيه تاعي شوي كبيره. جاني يعني السمك ما جانيش مرتفع بزاف يعني مليح نورمال، لكن نتوما ديروا اقل. انا هذه فيها 30 على 40، نتوما ديروا اقل، ديروا 30 على 30 يجيكم السمك تاع الحلوه تاعكم يجي مليح. نفرغوا العجينه كما راكم تشوفوا راهي طريه هنايا، ونحط شويه زيت في يدي ونطرحها. تبعوا فقط الطريقه ورايحين تنجحوا فيها، واكيد راح نلقى تعليقاتكم اللي يعني باللي راهي عجبتكم. انا متاكده باللي راهي تعجبكم هذه الحلوه، مادام عجبتني تعجبكم. هكا نطرحوها سمك يعني قد بعضها، تجي قد بعضها كي تطرحوها، ما تجيش جهه عاليه وجهه ناقصه. حاولوا نكونوا وجدنا الفرن تاعنا على 180 درجه، تكون يعني النار متوسطه. طيبوها من تحت ونزيدوا من فوق. هنايا حنديروا باش نسقيوها الصلصه تاع الحلوه تاعنا. تجيبوا الكونفيتور تاع المشمش المعجون، تحطوا نص باطه، ونزيدوا كميه تاع 4 مغارف تاع العسل. لكن لا حبيتوا اخواتي يعني ما عندكمش المعجون يعني قليل، ولا حبيتوا ديروا العسل اكثر ديروا العسل اكثر والمعجون قليل، هذه من اختياركم. لكن ديروا الطريقه اللي درت انايا باش ما صعبش عليكم خلاص. ونضيفوا ملعقتين ماء الزهر هكذا، ونحطوها فوق النار، نخليوها تسخن حتى يتجانس هذاك الخليط مع بعضه مليح. هاني هنايا صورت لكم حتى يعني يطلق هذاك المعجون روحه ويتخلط مع العسل تاعنا وماء الزهر. نكونوا حنايا خرجنا الحلوى تاعنا تكون سخونه، يعني هنا هي حمراء لكن الاضاءه شويه قويه تبان شوي بيضة. نبدا نحط عليها هذيك الصلصه تاع المعجون والعسل بهذا الشكل. يعني واش نقول لكم اخواتي، بنينه يعني من البنه تاعها. دوك 2 خطرات نديرها ولادي حبوها بزاف. ديروها لوليداتكم فرحوهم في العيد بها. ونعتذر منكم اخواتي على يعني الاطاله ما نديرش في الفيديوهات، الله غالب الوقت وما كانش الوقت، ومع الدار مع الاولاد مع الانسان يكون ساعات مريض ساعات مليح ماهوش مليح. ان شاء الله في الايام القادمه يعني نحاول نطور من القناه بتشجيعاتكم وبتعليقاتكم اللي تحفزني باش نواصل في القناه. يعني دايرت يعني الحاجه اللي نستفاد بها نفيدكم بها، واي حاجه تحبون نديرها تحبوها نتوما نديرها لكم في القناه. هنايا تجيبوا الكوفريت، ننصحكم بالكوفريت تاع الشيكولا. ربيوه في صحن يعني في هذه تاع البصله، ما ديروش يعني ترحيوه في الروبو يولي ميدم وما يجيش مليح. ديروه لكن انا درت طول فوق الحلوى. هنا بعد ما خلصت نخليوها من الاحسن تبات او من الصباح حتى العشيه باش هذيك الحلوى تاعكم تطرى وتجيكم معلكه وطريه ما شاء الله. لكن اول مره كي درناها هكا في الوقت
القيلوله. كلينا هذاك الوقت جات شويه تتقرمش، لكن كي قعدت حتى الغدوه سبحان الله طرات ولات ما شاء الله اقتصاديه وتوجدوها يعني باسرع وقت كما راكم تشوفوا ما شاء الله. نتمنى يا اخواتي تجربوها، فرحونا بلي لايك، طلعوا لنا الفيديو للناس باش يشوفوا الفيديو ويستفادوا ويديروها لوليداتهم. وقناة ام رحمة راهي تحبكم بزاف بزاف بزاف، والسلام ورحمة الله وبركاته.